قصة وعبرة. 20 سنة وأمي بتقولي الحب يا ابنتي لا يطعم الخبز، بس أنا عصيت الدرس ده ووقفت في وش الجميع وقبلت إن أنا أتجوزه. أول سنة من جوازنا نقص من وزني 12 كيلو جرام، اختفت خدودي وكمان لوني اتغير. اتعودت على البرد رغم إني ما كنتش بحس بطعم الشتاء أبدا في منزل أبويا. بس هشتكي لمين؟ ما كانتش عندي القوة إن أسمع من أمي جملتها اللي بتحرقني دايما، وكانت هتقولي قلتلك وانت ما سمعتيش. أيام قليلة ومرت اكتشفت فيها إني حامل. انهارت وقعدت أفكر إيه اللي هيحصل لابني اللي جاي، إزاي هنأكله، إزاي هنلبسه، إزاي وجوزي لغاية دلوقتي مش لاقيله أي وظيفة بدوام ومرتب ثابت. قررت إن أروح لأمي عشان تساعدني في الإجهاض ويمكن كمان الطلاق، لأني تعبت. الفقر تعبني، الحب ما بيشتريش أي شيء. جريت لبيت والدتي، فتحت لي الخدامة. دخلت وأنا سامعة صوت بكاء جاي من أوضة الجلوس. سمعت شوية كده وقفت أسمع الصوت، لقيته صوت أختي الصغيرة بتعيط. يا حبيبتي هي رجعت من السفر إمتى؟ كنت لسه أدخل عشان أخدها في حضني، بس وقفت لما سمعت جملتها لما صرخت وقالت الفلوس مش بتشتري السعادة، أنا مش بحبه وهو مش بيحبني. تعبت يا أمي، تعبت، أنا عاوزة الطلاق، أنا مش هقدر أستمر في الجواز ده. ساعتها اتسمرت مكاني وأنا بفكر في الكلام اللي هي قالته، وبسرعة خرجت من البيت تاني ورجعت البيت جوزي. أيوة، جوزي اللي استقبلني بحفاوة، وافتكرت لقائه وهو بيقول لي أنا عاوزة أقولك على حاجة وأنا كمان عاوزة أقولك على حاجة. وهنا قلنا إحنا الاتنين في نفس الوقت. قلت له أنا حامل، وهو قال لقيت شغل النهاردة. العبرة من القصة أغلى شيء في حياتك هو الشيء اللي انت ما تقدرش تشتريه بالفلوس. واقول لك كمان الفلوس تقدر تشتري السرير بس ما تشتريش النوم، والفلوس تقدر تشتري الساعة بس ما تشتريش الزمن. الفلوس تقدر تشتري الكتب لكنها مش بتشتري المعرفة. الفلوس تقدر تشتري الهدايا لكنها مش بتشتري الحب. الفلوس بتبني المستشفيات وبتشتري الدواء لكنها مش بتشتري الصحة. للأسف في ناس كتيرة فقيرة لكنها مش بتملك إلا المال.